هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما كنا بشوات ايام مشروع الكتاكيت وما كانش في حد بيعمله اصلا، مع انه كان مشروع مضمون 100% 100% مكسب 100% ارباح. ما كانش في حد اصلا بيعمله. عملت حلقه عن الموضوع ده كامل، هسيبها لكم هنا او في الديسكريبشن، مش عارف الصراحه احطها فين لغايه دلوقتي الحلقه. اشمعنى هودي؟ يعني ليه هودي؟ يعني ازاي هودي؟ ليه مش بنطلون؟ ليه مش الشنطه اللي بيعملها الشاذلي للبمبات بتاعته؟ ليه هودي؟ اشمعنى؟ ليه كلكم اجمعتوا ان اللوكال براند هودي؟ بالمناسبه يا جدعان، اللي مش عارف عشان لسه برضو مكتشف الموضوع ده قريب، الهودي اللي هو السويت شيرت ابو زعبوط. اتوقع عشان احنا في مصر ومفيش حد بيفكر فكره كرييتيف او حد بيطلع فكره مع نفسه، هو بيشوف ده عمل ايه ونجح ويعمل زيه. اتوقع ان في حد بدأ مشروع الهوديز ده، اتوقع ولو شفته انا هخلص عليه، انا مش هخلي في حته سليمه. انت اللي فتحت علينا الفتوحه دي كلها، وهو نجح وباع الهوديز بتاعته وفتح بقى علينا بقى، فتح علينا البلاوي اللي احنا شايفينها دي، اللي احنا مش عارفين اصلا احنا فين ولا احنا مع مين ولا احنا ازاي ولا احنا فين. ليه يا عم؟ وبعدين الصراحه يعني انا كنت مفكر حوار الهوديز ده صعب، يعني صعب ان انت تعمل هودي، ده انت لازم تلف وتدور وبتاع، لحد ما بقى هم ينزلوا فيديوهات اللي هم بيعملوا فيها الهوديز عشان يوروك قد ايه الهوديز صعبه، فعرفت ان الهوديز سهله فشخ. اسهل من كده ما في يعني. ورا الشت يعني مثلا هوريكم فيديو لاحد صاحب ماركات اللوكال براند اللي هو البراند المصري، وهو في رحلته لعمل الهودي بتاعه اللي هو السويت شيرت. فرجوا كده. فجأة قررت أعمل هودي ما اتعملش منه في مصر. ايوه، بتحصل معانا كلنا فجأة. طبعا انت بتقرر وانت قاعد ان انت هتعمل براند هوديز، انت قاعد بتفكر كده، لا ده انا لازم اعمل براند هوديز، ده انا فاشل جدا، ده انا لازم اعمل براند هوديز. فهو ده اللي بيحصل، كلنا بنبقى قاعدين كده تسرح بخيالك. لا انت ما بتسرحش مثلا في ان انت عليك مثلا كليه الساعه 7 الصبح وانت سهران لغايه 5 الفجر، ولا بتسرح ان انت عندك شغل الساعه 7 الصبح وحلمك نسيته في 2013 وانت نسيت حلمك خلاص وبقيت شبه الناس اللي انت كنت بتقول عليهم انا مش عايز ابقى زيهم. لا انت قاعد بتبقى سرحان وتفكر ازاي هتعمل براند هوديز. حاجة كان لازم نرسم الرسمة دي كمبيوتر، ده طبعا بعد ما لفيت على مصانع مصر كلها إن حد يعمل زيه كل قال لي مستحيل وصعب. كله قال له مستحيل وصعب يعني. انا مش عارف، انت بتناقض نفسك. طيب ما هو مستحيل يعني حاجه ما ينفعش تتحقق، صعب يعني في نسبه بسيطه. مستحيل هديك مثلا مثال، يعني مثلا مستحيل تتجوز البنت اللي انت بتحبها دلوقتي، دي حاجه مستحيله، دي حاجه عمرها ما هتحصل. مش عارف ازاي انت بتسرع بخيالك ان حاجه زي دي ممكن تحصل، يعني حاجه مستحيل تحصل. حاجه تانية هديك مثال على حاجه تانية مستحيل تحصل، ان امك تقتنع ان انت ما بتحبش السمك، بقالها 20 سنه مخلفاك ومش عارفه ان انت بتحبش السمك لغايه دلوقتي. انما حاجه صعبه ممكن بنسبه بسيطه تحصل، يعني فاهم قصدي؟ بس أنا مسكتش وعملته، بس للأسف اتعمل باللونين اللي أنا لقيتهم زي ما انتوا شايفين كده شكله عامل ازاي. اوكي، عمل الهودي ازرق، نار زرقاء. هو في نار زرقاء؟ هو بيحاول ان هو يعمل فكره كرييتيف يعني، بس فشلت فشل ذريع. ايه؟ هنا كانت أول مرة أشوف الهوديز وهي متكيسة، وقررت أشيلها بنفسي وراح أحطها في التروسيكل عشان توصل لحد البيت. كنت مبسوط قوي، كنت حاسس إن أنا أنجزت إنجاز عظيم. هو حرفيا ما عملش اي حاجه في الهوديز دي غير ان هو شالها وحطها على التروسيكل، وكان ممكن اي حد حرفيا يشيلها. هو حرفيا انت محتاج فلوس عشان تعمل براند هوديز، بس فلوس وفولورز. يعني انا لو كان عندي فلوس وفولورز كنت هعمل لكم براند هوديز على الحلقه دي، بس انا ولا عندي فلوس ولا عندي فولورز. انا عندي صحابي، انا عندي ناس قرايبي بيتابعوني وصحابي واخواتي. اه والله العظيم بتكلم بجد، لان انا ماشي في يوم من الايام هيبقى عندي فانزات يعملوا لي اكونت تيك توك ينزلوا لي عليه ايديت فيديوهات، في يوم من الايام هتحصل. سيبك بقى من الناس اللي بتقول ان فكره الهودي ده مسروقه من عبد الرحمن محي، لان عبد الله التركي لو ركزت في اول الفيديو هتلاقيه قال لك انا شفت ديزاين اجنبي، يعني انا سارق الديزاين. اوكي اعترف. إن أنا ببساطة شفت هودي أجنبي مش موجود منه في مصر وقررت إن أنا أعمل. عارف اللي هو بيقول لك اصيع طريقه للكذب ان انت تقول الصراحه، اهو عبد الله التركي اعترف، هو قال انا سارق الديزاين، انتوا عملتوا حوار على الفاضي وصيدتوه خليتوه يبيع الهوديز بتاعته. وبالمناسبه في ناس بتشتري الهودي السويت شيرت بتاع عبد الله التركي عشان تعمل وتقول اوه قد ايه هو وحش فشخ. شكرا يا جماعه، اشكركم 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 اشكركم. التيشيرت معظمه مفتل وموبر مبدئيا، يعني 740 جنيه كتير قوي على التيشيرت. يعني حرفيا بيشتروا هودي ب 740 جنيه عشان يقول لك قد ايه هو وحش والتقفيل بتاعه وحش فشخ. هنتكلم عن النقطه دي دلوقتي، يعني احنا خلصنا من النقطه اللي فاتت، هنتكلم دلوقتي عن النقطه دي. انا ايه اللي هيخليني اسيب الهودي او السويت شيرت بتاع زارا
بتاع برشكا بتاع اتش عند ام، واجي لك انت يا عم عبد الله تركي؟ ايه اللي هيخلينا نسيب الهودي بتاع دول واجي لك انت؟ الخامه بتاعتك اكيد لا، التقفيل اكيد لا، الديزاين اكيد لا برضه. ايه اللي هيخلينا اجي لك يا عم عبد الله تركي؟ المقاطعه اكيد اكيد، المقاطعه طبعا لازم تسيب الناس اللي بتدعم الكيان وتدعم اللوكال براندز. المقاطعه بس حاجه كمان عن المقاطعه، السعر 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 لان بجد هم نسيوا اصلا الفكره من اللوكال براند ان هو يبقى على قد الايد. زي مثلا انا واحد بقبض 3000 جنيه، ده ما حاجه طبعا مستحيله، انا كل مرتبي لو جمعته في الشهر اعتقد هيبقى 2000 1800 حاجه في الرينج ده يعني. فليه يا عبد الله يا تركي انا هشتري 2 هودي بالمرتب بتاعي من عندك؟ ليه يا عبد الله تركي؟ ليه يعني؟ ليه يا عبد الله تركي؟ مش عارف انا بوجه ليه الكلام لعبد الله تركي يعني، بس قصدي عامه كلكم، كل بتوع البراند هوديز السويت شيرتات، ليه انا هسيب السويت شيرت التركي اللي في ديفاكتو ب 500 جنيه واجي لك انت يا مصري يا تقفيل ازبل ما يمكن واخد منك الهودي ب 700 و800 و900 جنيه؟ ليه يا نهار اسود، يا نهار اسود. ده احنا خلاص الحاجه الوحيده اللي هتخلينا اسيب البراند الاجنبي او التركي او اي براند عامه واروح للبراند المصري، والله العظيم ده حتى بيبقى عنده حاجات مستورده وحاجات توب التوب يعني، بتاع الممنوعات والشاذلي. يعني انا اخش عند الشاذلي بال 2000 او ال 1800 جنيه اللي بقبضهم احلى باشا تقوم شتا، بس انا بخاف بس اروح هناك ما ارجعش تاني. بس الناس دي بجد يعني، انت لو راجل صايع ومدقدق هتخش عندهم يا باشا تجيب هدوم الشتا كلها بال 1800 جنيه وتوب التوب، مش تقول 2 هودي ب 1800. الفكره ان انا مش عايز برضه ابين لكم ان انا اوه ماي جاد ده انا جامد فشخ، ده انا بشتري هدوم رخيصه، لا انا عبيط، انا حمار، انا مش معصوم من الغلط. يعني انا في مره رحت اشتريت بنطلون كارجو ب 1200 جنيه. ليه بنطلون كارجو ب 1200 جنيه بينور في الضلمه؟ يعني انا عايز اعرف ساعتها انا كان في ايه في دماغي وانا رايح اوه ماي جاد انا رايح اشتري بنطلون كارجو. هو انا غبي، انا ستايل ضرب الجزم، انا لحد دلوقتي ما لبستوش الا مرتين ثلاثه، انا صعبان عليا البسه. اقول لكم على حاجه كمان، انا كنت من كام يوم بتجول في اراضي المنشيه كده في اسكندريه، بتجول في المنشيه واشوف اسعار الملابس عامله ايه عشان بفكر افتح براند هوديز، بشوف الناس الغلابه برضه عايشه ازاي الناس الغلابه بتجيب هدوم. فدخلت محل لقيت عنده كميه هوديز بالعبيط، فواحد بيساله بكام السويت شيرت ده؟ قال له ب 200 يا صاحبي. فرحت جيت انا قعدت شويه الف في الهدوم ورجعت له تاني بعدها بشويه بقول له، قلت له مش عارف ليه سالته السؤال ده تاني، مش عارف ليه سالته مع ان العيل قاله قدامي. رحت جيت قلت له بقول لك ايه؟ قال لي قول لي. قلت له الهوديز دي بكام؟ قال لي ايه؟ قلت له الهوديز دي بكام؟ قال لي فين دي؟ قلت له دي. قال لي قصدك السويت شيرتات؟ قلت له قال لي ب 450. عشان رحت قلت له بس هوديز اسمه سويت شيرت، اسمه سويت شيرت. حتى بعديها برضه بنفس الغباء بنفس الدماغ. الله، انا الوحيد اللي ما بتعلمش من الغلط يا جدعان، انا مش عارف ازاي مين اللي قال ان انت لازم تتعلم من الغلط، ما اعرفش. برضه بعديها بشويه قلت له بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له السويت باند ده بكام؟ قال لي ايه؟ قلت له السويت باند. قال لي شاور لي عليه. قلت له ده. قال لي ده البنطلون؟ قلت له قال لي ب 350. يا حول الله يا رب، انا غبي، انا برضه يعني انا برضه غبي يعني، انا ما كانش ينفع ان انا اعمل كده، بس ماشي هنمشيها. دلوقتي في حاجه كمان برضو، يعني في حاجه كمان، يعني الشاذلي والافريقي يا جدعان انتوا جامدين فشخ، انتوا اروق ناس انا شفتها في حياتي. انتوا ما ينفعش ان انتوا يا جدعان تخبطوا في بعض، انتوا المفروض تخبطوا في بتوع اللوكال براندز. يعني انتوا ناس بتبيع مستورد وممنوعات ارخص من اللوكال براند، من البراند المصري. انتوا ازاي بتتخانقوا انتوا المفروض تعملوا دويتو وتفتحوا انتوا الاتنين مع بعض. دي نصيحه، لان انا بحبكم انتوا الاتنين ومش عايز اعادي ده ولا عايز اعادي ده، انا بحبكم انتوا الاتنين فشخ. واول مرتب هاخده هطلع يا باشا على الشاذلي امسي عليه، واطلع على الافريقي امسي عليه. سيبك بقى من الناس التانية، سيبك، هو الشاذلي والافريقي الناس دي توب التوب، ما ينفعش ان انتوا تتخانقوا مع بعض. حتى الشاذلي مش عارف برضه اتجن ولا ايه معرفش، جه فتره كده وقال لك يا باشا الكونفيرس انا مش بتاع كاوتشات، الكونفيرس ده ب 50 جنيه. انا مش بتاع كاوتشات بس الكونفيرس عندي ب 49 جنيه. الكونفيرس ده انا لسه شاريه من فتره في رمضان اللي فات، اشتريته بكام؟ ب 350 جنيه. انت عيط انا ولا اعمل ايه؟ انا ما شفتش حد بالغباء ده، انا غبي، انا بعترف ان انا غبي. فاتمنى يا نهار اسود يا جدعان، ده انا طلعت على الله خالص. فاتمنى بتوع اللوكال براندز يراعونا، يا نهار اسود على اللوكال براندز. ايه
ايه كفايه علينا كده، كفايه الاسعار اللي احنا بنشوفها، يا نهار اسود. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم. انا كده صورت قد ايه مش عارف. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، حلقه قصيره كده، انا قلت بس امشي الدنيا قبل ما الدنيا يعني تتظبط معايا وانزل لكم حلقه كويسه. عامه حلقه عن شحاتين التيك توك الجايه. اشوفكم السنه الجايه، الشهر الجاي، الاسبوع الجاي، ايهم اقرب بقى مش عارف.